لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية طرحت نقاط جدل عديدة بينها مصادر التشريع، ونقطة خلافية أخرى طرحت أيضا حول تجريم أي إخلال بالنظام العام من عدمه، وذهب بعضهم إلى اعتبار ذلك استنقاصا من الحريات. وطرحت أيضا عديد النقاط الأخرى نتحدث فيها مع مقرر لجنة الهيئات الدستورية في فؤاد سامر، ما هي أبرز الاتفاقات التي حصلت وأبرز الخلافات أيضا المطروحة الآن في هذه الهيئة. تناولنا في جلسة اليوم ما طغت عليه جلسة الأمس من المزايدات السياسية، وكان تقديم مختلف الأحزاب لمشاريع ميتة بالنسبة للنائب أحمد المشرقي، وتناولنا أن لا شيء مقدس بالنسبة لنا اليوم كسلطة تأسيسية، فبالإمكان تعديل النشيد الوطني أو كل ما بإمكان تعديله. كما طرحت مسألة تجريم ما يهدد الصالح العام، في حين كان الرد بأن هذا التجريم يمكن أن يهدد الحريات أو أن يستعمل في غير محله. كما طرحت مسألة أخرى وهي تضمن أن يضمن الدستور حق الشعوب في الثورة على الحكومات الفاسدة. أنا هذا بالإجمال كان المتفق عليه هو الاستلهام من القيم الإسلامية، القيم الكونية، الحركة الإصلاحية. بالنسبة للإشكاليات كانت في حدود مصادر تشريعية، من مناد بين العرف والعادة يكون، وبين مناد بين أن تكون الشريعة. كذلك هي علاقة الدين بالدولة، علاقة الدين بالسياسة. يعني هذه أهم الإشكاليات التي طرحت اليوم. طرحت أيضا بقوة مسألة تعديل النشيد الوطني. ولمزيد توضيح هذه الفكرة ينضم إلينا النائب الطاهر هميلة. سي طاهر، ما تفسيرك لهذا المقترح؟ النشيد الوطني لابد من تغييره، لأنه عندما وضع في تاريخ معين وسياسي معين كانت الأمة العربية كلها ترزق تحت الاستعمار، وهو نشيد وجوع هلال مصر وأخذ تونس من مصر وأضافت عليه بيت الشابي، ثم كان محفز للثورة ضد الاستعمار وتطهير البلاد من الاحتلال الأجنبي. اليوم الثورة التونسية هي تفتح الآفاق وتدعو إلى بناء الحياة والوجود والحضارة، وعليه لابد من نشيد رسمي آخر يدعو إلى الحياة لا إلى الموت. فعوض أن نقول نموت ليحيى الوطن، الأفضل أن نكون نعيش ليحيى الوطن. شكرا لك النائب طاهر هميلة عن كتلة المؤتمر.